ندخلوا شويه لداخل ونديروا تحليل الافلام مع احتراماتي لبعض الفنانه اللي شاركوا في هذه الاعمال، الا ان النقد موجه للمشروع بعيدا على الناس اللي داروا خدمتهم في هذه البروجيات، ولكن الحوسه كتخنس الشواري ويد واحده لا تصفق. مثلا فيلم الفروج، بلا ما نهضروا على العنوان اللي كينتقد راسو، ولكن الفيلم كتحس به تصور في 2002 وحطوه لينا في 2015. مواقف هزليه قديمه، هي مدز القطاح، وكل شيء مبني على الارتجال وما كاين حتى شي ابداع. كل شيء مبني على الارتجال، بحال الا كانوا مريحين في القهوه وناضوا مشاو صوروا فيه. ماي فريند كوميديا ديال السكيتشات اللي كتعاود، الزوايا ديال الكاميرا كتحس بلي كيب كانوا مشغولين، عندهم شي عراسيه يصوروها مع السته، ضروري خاص يساليو باش يمشيو يضربوا بريكول. اللي وقع في مراكش يبقى في مراكش. مسرحيه ديال لي زيكول بريفي، حشومه عليكم تعداو لينا على ممثلين عزاز علينا بحال رفيق بوبكر وعزيز حطاب. بونجور مسيو لو سيناريست، هاد الفكره هادي كلاوها الناس وهضموها ومشات لواد الحار. انا ماشي انا، فيلم كاريكاتوري انسبيري من كوميديا داروها في مصر في التسعينات، حاولوا يصنعوا الغموض ولكن كتحس بواحد الجفاف الابداعي، دماغك غيجيه العطش. البطل خلطوا الاكشن والكوميديا، ولكن النتيجه كانت فيلم ضبابي ما كيخليك تحس بوالو. صعيب تحس بالشخصيات وتشوف راسك بينهم، ولكن واحد الجزء كبير من المشكل هو غياب النقد ديال بصح. ما كاينش مجلات سينمائيه اللي عندها وزن ولا منصات مغربيه، قليل اللي كيتبعوا الانتاجات وكيحللوها وكيكتبوا عليها.